هل عمرك سألت نفسك يا صديقي ازاي الروبوتات وخطوط الانتاج الحديثة اللي هي بالمناسبة تعتبر روبوتات ازاي بتتحرك بالسلاسة وبالدقة بالنعومة اللي احنا بنشوفها دي؟ طيب هل فكرت تسأل نفسك مين اللي ورا الحركة دي او مين المسؤول عنها؟ هل مثلا في عنصر بشري موجود بجانب الروبوتات دي بيتحكم فيها؟ في الحقيقة يا صديقي في عالم الروبوتات مش شرط ان يبقى في عنصر بشري موجود اثناء عمل الروبوتات، وعلشان كده قررنا نحن وبالإجماع عمل هذه الحلقة علشان نوضح الغموض ده مع بعض بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله بيكم في ثالث حلقة معانا في القناة. يعتبر الحلقة ديت بارت 3 من سلسلة ازاي تصنع روبوت في البيت. في الحلقتين اللي فاتوا اللي تقدر تتفرج عليهم من خلال علامة الاي اللي هتظهر لك هنا او من خلال اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن تحت، فهمنا يعني ايه انسبكشن روبوت ارم وحطينا 7 خطوات لو مشينا عليهم بإذن الله هنطلع بالمنتج النهائي، وكمان طبقنا بشكل عملي على اول 6 خطوات معانا. كان فاضل معانا اخر جزئية انا وهي الكنترول، ودي بإذن الله هتبقى محور الحلقة بتاعتنا النهارده. عايزكم قبل ما نبدأ تصلوا على حبيبنا النبي، وكمان يا صديقي ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب وتسيب تعليقك الجميل تحت عشان باذن الله نوصل ل 1000 مشترك. ويلا خلينا نبدا. في البدايه محتاجين نعرف يعني ايه كنترول، وده طبعا هيسهل علينا اللي جاي بعد كده. الكنترول بكل بساطه هو عباره عن خطه او استراتيجيه انت بتحطها سواء كان للروبوت او الاله وبتمشي عليها. لو اتبعت الخطه اللي انت عايزها ديت يبقى انت كده عملت كنترول. خلينا ادي لك مثال بسيط. لو انت خدت واحد صاحبك ورحت لعبتوا جيم بلاي ستيشن، في اول المباراه في الاول انت بتيجي تحدد مين الحارس مين الهداف مين الدفاع مين الجناح الايسر مين الجناح الايمن، وحتى بعد ما تحدد الكلام دوت وتخش في المباراه انت بتبدا هتباصي وهتشوط والكلام ده كله، فانت متحكم في كل شيء. ده بالنسبه لنا يعتبر الكنترول. وهديك مثال بسيط. عندك في البيت لو عندك مثلا تكييف، تيجي تديله الامر ان هو عايزه يوصل لدرجه حراره 22 او يبرد لك المكان يخليه يوصل ل 22، فبالتالي هو تلقائيا بيروح يشوف درجه الحراره الفعليه سواء لغرفه النوم اللي انت قاعد فيها او الصاله، ويبدا يقارنها بدرجه الحراره اللي انت مدخلها له، يشوف هل هي اعلى هل هي اقل، بحيث على اساس بقى المقارنه اللي هو اللي بيعملها دي بيبدا ياخد الاكشن سواء كان هيسخن الاوضه او هيبدا يبرد. ده مثال واقعي عندك في البيت. عندك في مثال تاني زي مثبت السرعه. تدي الامر انت عايز تثبت سرعه السياره عن 100 كيلو متر لكل ساعه، وبالفعل بيبدا يخلي السرعه ثابته على اللي انت حددته. ده كده بكل بساطه معنى الكنترول. نيجي للتاني جزئيه مهمه معانا المفروض نعرفها قبل ما نخش في موضوع الحلقه، انا وهي الفرق بين الاوبن لوب سيستم والكلوزد لوب سيستم. هديك كده مثال بسيط يعرفك الفرق بين الاثنين بدون شرح معقد. خلينا كده دلوقتي ان انت صايم وقاعد في البيت والحاج طلب منك انك تخش تعمل له كوبايه شاي. دخلت المطبخ جهزت المكونات بتاعتك الشاي والكوبايه، وللاسف بدل ما تجيب السكر جبت الملح. خلاص لقمت الكوبايه بتاعتك وعملت الشاي. هل انت هنا هتقدر تعرف ان انت عملت مشكله او انت حطيت الملح بدل السكر من غير ما تدوق الشاي؟ وزي ما قلت لك ان انت صايم فللاسف انت مش هتعرف تدوق الشاي. طبعا الحاج هو اللي هيكتشف الموضوع وربنا بقى ايه يعينك عليه. ده كده اول سيناريو معانا، وده اللي بيعبر عن الاوبن لوب سيستم. ان انت بكل بساطه ما عندكش فيدباك او عندك مرجعيه تقول لك السيستم دلوقتي حالته ايه او انت عملت ايه في النظام دوت. والمرجعيه او الفيدباك اللي انا بتكلم عليه دوت هو اللي عباره عن انك تدوق. بما انك هنا ما دوقتش فبالتالي السيستم دوت عباره عن اوبن لوب. نيجي بقى للسيناريو الثاني. دلوقتي انت دخلت عملت كوبايه الشاي، بس انت طبعا كنت بعد المغرب وخلاص فطرت وربنا كرمك، دخلت عملت نفس الغلطه حطيت الملح مكان السكر، بس هنا كان عندك الفرصه انك تدوق الحاجه قبل ما تروح تسلمها للحاج. فجيت تدوق لقيت نفسك عامل المصيبه دي، فمباشره انت تاخد كوبايه الشاي وتروح ترميها وهتعمل واحده ثانيه. جيت عملت كوبايه الشاي جيت تدوق لتاني مره لقيت ان السكر خفيف، هتقعد تزود سكر لغايه ما تطلع السكر مظبوط زي ما الحاج طالب منك. ده هنا اللي هو بيسمى الكلوزد لوب سيستم. طب ليه سميناه كلوزد لوب سيستم؟ لان انت عندك هنا اصبح فيه فيدباك او مرجعيه بتقول لك السيستم بتاعك دلوقتي حالته ايه او هو دلوقتي وصل لايه. والفيدباك دوت انت هنا عملته عن طريق انك دقت كوبايه الشاي شفتها هل فعلا هي وصلت السكر المظبوط ولا لا. ده كده بكل بساطه الفرق بين الاوبن لوب سيستم والكلوزد لوب سيستم. برضو عندك مثال في البيت المروحه اللي هي السقف او المروحه العمود. المروحه ديت انت بتيجي تديها الامر ان هي مثلا تشتغل على السرعه الاولانيه او الثانيه او الثالثه. خلينا نفترض اصلا ان عندك المفاتيح بتاعتها ممسوحه، لا انت عارف الاول من الثاني ولا الثالث. هل في حاجه بتقول لك بعد ما تشغل المروحه هي شغاله بسرعه كام او الار بي ام بتاعها كام؟ طبعا لا. فبالنسبه لنا ده اوبن لوب سيستم. وكمان عندك البوتاجاز بتاع المطبخ، بتيجي دلوقتي تولع العين بتاعه البوتاجاز مفيش حاجه بتيجي تقول لك انت درجه الحراره حاليا وصلت كام، هل وصلت 100 وصلت 200 300؟ مفيش اي حاجه بتقول لك الكلام ده.
غير الميكروويف عندك بتيجي تدي درجه الحراره انت مثلا عايز تظبطها عن 300 عند 200، وفعلا الميكروويف بيبدا يظبط درجه الحراره على الكلام ده هنا يسمى كلوز لوب سيستم. اما البوتاجاز عباره عن اوبن لوب سيستم. ده كده بكل بساطه الفرق بين السيستمين. طبعا احنا في الصناعه بنفضل اكيد الكلوز لوب سيستم بسبب الميزه اللي هو بيقدمها لينا انا، وهي الفيدباك او المرجعيه اللي بتعرفنا حاله السيستم عباره عن ايه دلوقتي. وعشان تعرف ان اهميه الفيدباك وان بدون الفيدباك كان في صناعات كتيره حاليا اصلا ما ظهرتش على ارض الواقع. عندك مثلا الدرون عايز توصله لمسافه 500 متر، انت ازاي هتعرف ان هو وصل ل 500 متر؟ او حتى الكنترولر اللي انت شغال بيه وتتحكم بيه بالدرون هيعرف ان هو وصل لل 500 متر ويبدا يثبته الا اذا كان في فيدباك عندك مثلا دي سي موتور عايزه يوصل لزاويه 30 من غير الانكودر اللي هو بيعرفك الزاويه اللي واقف عندها الدي سي موتور واللي يعتبر الفيدباك، ما كنتش هتعرف ان هو واقف عند الزاويه 30 وما كنتش هتعرف تعمل الكنترول اصلا على الموتور من غير الانكودر. دي كده اهميه الفيدباك معانا. خلاص احنا كده اتفقنا ان احنا هنستخدم الكلوز لوب سيستم علشان نستفاد بالميزه بتاعته اللي بقدمها لنا انا وهي الفيدباك. طب انا دلوقتي هعمل ايه بالفيدباك ده كده هينقلنا للمرحله الثالثه انا وهي الكنترولر. طيب ايه معنى الكنترولر؟ فاكر لما شرحت لك قبل كده ان احنا ممكن نستخدم مايكرو كنترولر زي الاردوينو او الريسبيري باي او الاي اس بي 32؟ ده الكنترولر بالنسبه لنا في المثال اللي احنا بنطرحه او حتى في المشروع اللي احنا شغالين عليه. طب ايه فائده الكنترولر هنا؟ هنعتبر الكنترولر بالنسبه لنا عباره عن بلوكايه داخل لها 2 انبوت وعندك فيه خارج اللي هو عباره عن الاوتبوت اللي رايح للدي سي موتور بتاعك. طبعا احنا عرفنا من خلال شرح الكلوز لوب سيستم اول دخل معانا للكنترولر انا وهو الفيدباك اللي هيعرفك حاله السيستم دلوقتي هي عباره عن ايه. تاني دخل معانا للكنترولر حاجه بتسمى بالسيت بوينت. طب يعني ايه سيت بوينت؟ دلوقتي انا قلت لك عايزين نتحكم في دي سي موتور ونتحكم في الزاويه بتاعته، هو حاليا عند الزاويه 0، عايز تديله الامر ان هو يوصل عند الزاويه 30 او مثلا الزاويه 50، فبالتالي السيت بوينت بتاعتك هي الامر اللي انت هتديه للكنترولر بحيث ان هو يودي الدي سي موتور بتاعك عند ال 30 او عند ال 50 الزاويه اللي انت حددتها. فبالتالي دي المهمه اللي المفروض الروبوت يروح لها، بيبدا يقارنها طبعا بالفيدباك اللي راجع لك وبيبدا على اساسهم يدي الاكشن او الاوتبوت اللي رايح للدي سي موتور. طب الكنترولر بيعمل الكلام ده ازاي؟ وازاي بيعمل حته المعالجه؟ وازاي ان هو بياخد الاكشن؟ ده هيودينا للنقطه الرابعه معانا النهارده انا وهي النظام اللي بيشتغل بيه المايكرو كنترولر. عندك هنا ممكن نستخدم ابسط نظام معانا انا وهو الاون اوف كنترول، وعندك فيه البي اي دي كنترول، وعندك فيه الفازي كنترول، وعندك فيه الفيد فورورد كنترول. طبعا عندك فيه انواع تانية ممكن تبحث في الامر وان شاء الله هتلاقي الموضوع لذيذ معاك. احنا في الحاله هنركز على البي اي دي كنترول. بس قبل ما اشرح لك البي اي دي كنترول عايز اوضح لك حاجه، عايز اوضح لك اصلا احنا بنتحكم في ايه والخارج بتاع الكنترولر بيبقى عباره عن ايه عشان تفهم معانا ايه فائده البي اي دي كنترول وايه المهمه اللي بيقوم بيها. خلينا نكمل في المثال اللي احنا ضربناه انا وهو الدي سي موتور، وان احنا عايزين نتحكم في الزاويه بتاعته. طبعا انت عشان تشغل الدي سي موتور بتبدا تديله الفولت اللي هو محتاجه. مثلا احنا الدي سي موتور اللي شغالين بيه في المشروع بتاعنا بياخد 12 فولت، فبالتالي عشان هو يشتغل ويديك السرعه الكامله بتاعته ويديك العزم بتاعه الكامل محتاج تديله ال 12 فولت بتوعه. طبعا الامبير احنا ما بنتحكمش فيه في المشروع بتاعنا لان اصلا الامبير بيتسحب على اساس اللود اللي انت محمله على الموتور. احنا قلنا علشان الموتور بتاعك يلف بالسرعه الكامله بتاعته ويديك العزم بتاعه كامل محتاج تديله ال 12 فولت. طب فرضا دلوقتي انت لعبت في الباور سبلاي بتاعك واديته 6 فولت بس بدل 12 فولت، لو هو مثلا عند ال 12 فولت كان بيلف بسرعه 2000 ار بي ام، عند ال 6 فولت هتلاقيه بيلف بسرعه 1000 ار بي ام. اظن ان انت هنا عرفت ازاي بيتم حته الكنترول. يبقى انا كل اللعب بتاعي بلعب في الفولتج اللي داخل للموتور، ببدا هل اعليه شويه هل اقلله شويه بحيث ان هو في الاخر اتاكد ان هو وصل للزاويه اللي انا محتاجها. ودلوقتي نيجي للجزئيه المهمه اللي معانا بعد ما عرفنا الخارج بتاعنا عباره عن ايه انا وهي البي اي دي. طبعا زي ما اتفقت معاكم وانت جاي تتحكم في الدي سي موتور انت بتعمل كنترول على الفولتج اللي داخل للموتور، فبالتالي اصلا البي اي دي كنترول ما هو الا جين بيتضرب في قيمه الفولتج اللي خارجه للموتور بحيث ان هو يتحكم فيها يخليها مثلا 6 فولتج 4 فولتج 5 فولتج. ده باختصار مهمه البي اي دي، ما هو الا رقم بيتضرب في قيمه الفولتج الاساسيه اللي عندك. مثلا لو انت بتتحكم فيه ب 12 فولتج بحيث ان هو يلعب فيه يخليه 6 فولت 7 فولت 4 فولت وهكذا عشان يبدا يوصل للبوزيشن اللي احنا محددينه للدي سي موتور. طب يعني ايه البي ويعني ايه الاي ويعني ايه الدي؟ البي دي اختصار للبروبوشنال، الاي اختصار للانتجرال،
عندك الدي اختصار للديريفاتيف. خلينا دلوقتي نركن المصطلحات دي على جنب واديك مثال بسيط يا صديقي بدون شرح معقد. خلينا نفترض ان انت عندك عربيه قصاد البيت، نعتبر ان هي لعبه من غير موتور وبتاع بتتحرك بشكل يدوي، وانت عوزت يوم من الايام ان انت تركب العربيه ديت وحد يزقك مثلا لمسافه 30 متر. فخلينا دلوقتي نفترض ان البي والاي والدي دول ما هم الا 3 اصحابك واقفين معاك عشان يبداوا يزقوك ويودوك المكان اللي انت عايزه. خلينا كده نمسك اول واحد معانا انا وهو البي، ونركن الاي والدي على جنب. دلوقتي انت دلوقتي في بدايه الحركه محتاج قوه دفعه بحيث ان انت توصل للمكان اللي انت عايزه، وكمان محتاج القوه الدفعه دي تبدا تقل بشكل تدريجي اول ما تحس ان انت خلاص وصلت للمسافه اللي هي 30 متر. فاحنا بالتالي محتاجين حاجه تحركك تكون معتمده على الايرور او الفرق بين المكان اللي انت عايز تروح له والمكان اللي انت فيه حاليا، ودي هنا بتبقى مهمه البي او هو صاحبك البي اللي انا قلت لك عليه. فدلوقتي البي اول ما هيبدا الحركه معاك هيجي يشوف ان الفرق بالنسبه له عندك انت واقف عند النقطه الصفر وعايز تروح للمسافه 30، فالفرق بالنسبه له 30 كبير جدا، فيبدا بكل عزمه ان هو يبدا يزقك بحيث ان هو يوصلك للمكان اللي انت عايزه. هيجي مثلا بعد 5 متر من الحركه يبدا يشوف باقي قد ايه، فيجي يطرح الخمسه من 30 بتاعتك اللي انت المفروض توصل لها، فيلاقي ان الفرق 25، فيبدا يقلل القوه بتاعته شويه. يجي مثلا عند مسافه ال 15 متر يجي يشوف الفرق يلاقي ال 30 ماينس ال 15 عباره عن 15 متر بس، يبدا يقلل القوه كمان شويه لغايه مثلا ما يوصل لعند ال 25. يجي يبص يلاقي المسافه بين ال 25 وال 30 عباره عن 5 متر، هتلاقيه اصلا لوحده بدا يريح لغايه ما يوصل لل 27 او ال 28، ويجي يشوف الايرور هيلاقي الايرور بتاعه ما هو الا 2 متر، وهو خلاص هدى القوه بتاعته خالص بحيث ان هو ما يتعديش الخط. فبالتالي هو ما عادش عنده المقدره اصلا ان هو يزقك، ما عادش عنده المقدره ان هو يتغلب على الاحتكاك اللي بين العربيه وبين الارض، ولا حتى ان هو يتغلب على الوزن بتاعك ووزن العربيه. فبالتالي ده هنا مهمه البي بكل بساطه. هنا لو خدت بالك ان هو ليه ميزه وليه عيب. الميزه ان هو بيديك باور او الدفعه في المقدمه بحيث انك توصل بدري، بس مشكلته ان هو بيعتمد على الايرور بس، او فرق الايرور اللي هو بيجي عند بوزيشن معين ما بيقدرش يكمل بعديه. فبالتالي دايما بيبقى فيه شيفت بينك وبين المكان اللي انت رايحه لو انت اعتمدت على البي فقط. ده كده البي. طبعا عندك صاحبك الاي واقف، طبعا هيسكت؟ لا، هيروح جاي متدخل مع البي. يعني كده دلوقتي اصبح اللي بيتحكم في العربيه صاحبك البي وصاحبك الاي مع بعض. مهمه الاي هنا بقى بتعمل ايه؟ انا زي ما قلت لك البي بيعتمد على فرق الايرور بس، عشان كده جه عند بوزيشن معين وكان الايرور بسيط جدا، فما عادش عنده الباور الكافي ان هو يزقك ويوديك عند مسافه اللي هي 30 متر. عندك الاي بقى لا، بيستخدم استراتيجيه ثانيه خالص غير موضوع الفرق دوت. انت من بدايه الحركه الاي دوت بيبدا يحسب الايرور بتاعك بس بيجمعه. انت عندك في الاول كان الفرق عباره عن 30 متر، بعد ثانيه الفرق اصبح حوالي 28 متر، بعد ثانيه كمان الفرق اصبح 27 متر، وهكذا. بيبدا الاي بقى يجمع كل الفرق ده مع بعض، ما بيعتمدش على الفرق اللحظي بس، لا ده هو بيجمع كل اللي قبليه. يعني هو ده حاليا انت واقف عند مسافه 27، هو مجمع كل الايرور اللي كان قبل كده. فبالتالي دلوقتي اول ما البي ما عادش عنده القوه الكافيه ان هو يكمل زق العربيه لان هو بيعتمد على فرق الايرور بس، يبدا الاي هنا يتدخل ويبدا هنا يدي الدفعه ان هو يحرك العربيه ويخليها توصل للمسافه ال 30. بس لو خدت بالك انا قلت لك ان هو عمال يجمع ايرور، فبالتالي التجميعه اللي هو جمعها دي بتبقى كبيره جدا. انت متخيل عمال يجمع ال 30 زائد 28 زائد 27 زائد وهكذا لغايه ما يوصل لل 27. فبالتالي اول ما بيدي الدفعه دي بيخليك اصلا تعدي المسافه ال 30 متر. يعني انت دلوقتي بعد ما كانت مشكلتك ان انت مش قادر توصل لل 30 متر، دلوقتي تخطيت ال 30 متر اصلا بسبب ان الاي كان مجمع ايرور كبير عنده. فبالتالي الباور اللي هيدولك هيبقى كبير جدا، وكمان هيخليك تتخطى المسافه اللي انت رايح لها. طب دلوقتي انا بعد ما اتخطيت المسافه هل في حاجه هترجعني؟ هقول لك الاي برضو عنده الامكانيه ان هو يرجعك، وكمان البي عنده الامكانيه ان هو يرجعك. انت لو خدت بالك انا قلت لك اصلا لما بنيجي نتحكم في الدي سي موتور احنا بنتحكم في الفولتج بتاعه. فبالتالي انت لو اديته 6 فولت هيتحرك على قد ال 6 فولت ده. طب لو اديت له ماينس 6 فولت هيبدا يتحرك في العكس، في عكس الاتجاه، وهكذا. انت دلوقتي البي بتاعك وهو بيطرح الايرور بتاعك، فمثلا انت وصلت لمسافه 32 متر فانت اصبح الايرور بتاعك ماينس 2، وكذلك الامر الاي بتاعك هو عمال يجمع الايرور بالماينس، فبالتالي التحويشه اللي هو كان سايبها عماله تقل. يعني مثلا نفترض يعني ان هو كان مجمع 1000 ايرور قبليه، وانت دلوقتي عملت ماينس منه 2 3 4 وهكذا لانك اصلا عديت ال 30. فبالتالي الباور بتاع الاي هيبدا يقل شويه مش زي ما دفعك في الاول. فهيجي هما الاثنين دلوقتي مشتركين مع بعض بالنيجاتيف، هيبداوا يدفعوا العربيه مره ثانيه، فبالتالي هتبدا توصل عند الخط ال 30 وهتقف. طبعا هنا ممكن العربيه تقف او ان هي تكمل تعدي ال 30 تاني توصل لل 27،
وتبدا بقى تحصل زجزاج كده عندك لغايه ما تثبت عند ال 30. ودي بتعتمد هنا على الاي والايرور اللي هو اللي مجمعه قبل كده. ده كده بكل بساطه معنى البي ومعنى الاي. نيجي دلوقتي لزميلك الدي اللي كان واقف. خدت بالك لما انا قلت لك ان انت في البدايه الاي بيكون مجمع ايرور عالي، فبيروح مديك باور عالي دفع بحيث ان انت توصل لل 30، فبيخليك اصلا تتخطى ال 30 وترجع تاني. التخطي اللي بيحصل دي حاجه بتسمى الاوفر شوتنج. وعشان تتخيل مشكله الاوفر شوتنج اللي بتحصل خلينا كان ندي مثال ان انت دلوقتي عامل روبوت بحيث ان هو يعمل عمليه جراحيه لانسان، ومطلوب منه ان هو يفتح فتحه مثلا بطول 4 سم، فجه وهو بيجمع الايرور بتاعه عشان يوصل لل 4 سم اللي هو محتاج يفتحه، عمل حته الاوفر شوتنج وعدى ال 4 سم بتوعه، فبالتالي بدل ما يفتح ال 4 سم هتلاقيه فتح معاك مثلا 4 سم ونص او 5. فدي هنا بتيجي مشكله الاوفر شوتنج، اللي انا مش في كل الابلكيشن محتاج الاوفر شوتنج ده يبقى موجود عندي. طب دلوقتي يا صديقي احنا عرفنا الاوفر شوتنج، وعرفنا ان هو ما ينفعش يبقى موجود في ابلكيشن معينه زي مثلا الروبوتات الخاصه بالجراحه. طب دلوقتي فائده دي ايه؟ زي ما انا قلت لك ان البي بيعتمد على فرق الايرور بس، عشان كده جه عند بوزيشن معين وما عادش عنده الطاقه الكفايه ان هو يزق العربيه بيك ويخليك توصل لمسافه ال 30 متر. عندك الاي قلت لك لا، الاي ما بيعتمدش على الايرور بس، الاي بيعتمد ان هو يجمع الايرور من حيث ما انت بدات الحركه. عشان كده هو لما تيجي تقف عند مسافه 27 ويكون البي مش قادر ان هو يزقك، لا الاي عنده ساعتها بيكون عنده القوه الكفايه ان هو يزقك وكمان ايه يخليك تتخطى مسافه ال 30 متر. هنا بقى المشكله ان انت تتخطى 30 متر احنا مش عايزينها، انا عايزك لا توصل عند ال 30 متر وتقف بالظبط. هنا بقى بتبدا مهمه مين؟ الدي كل اللي بيعمله او مهمته معانا بيبدا يشوف التسارع بتاعك قد ايه، وكمان يبدا يقارنه بالفرق اللي بينك وبين المسافه اللي انت هتوصل لها. يعني مثلا ما يكونش المسافه بينك وبين ال 30 متر حوالي هم 2 متر، ولاقيك ماشي بسرعه 100 كيلو متر في الساعه، ما انت اكيد دلوقتي هتتخطى ال 30 متر وتعديها بشويه حلوين. فهنا بيجي بقى يتدخل مين؟ الدي معانا، بدل ما يخش يزق مع اصحابك الاثنين العربيه، لا يبدا هو يعكس الاتجاه بتاعه ويزق ضد اصحابك بحيث ان العربيه ما تتعداش ال 30 متر. يعني بمعنى صح هو عامل زي الفرامل. يعني انت دلوقتي زي ما قلت لك ان العربيه ما فيهاش موتور ولا فيها فرامل، هو بالنسبه لك الفرامل بتاعتك، هو ما دخلش ساعد الاي والبي، لا هو مشي في الاتجاه المعاكس بتاعهم وبدا يقلل الباور اللازم وبدا يقلل سرعه العربيه علشان ما تتخطاش ال 30 متر اللي انت كنت عايز توصل له. ده كده بكل بساطه فايده البي والاي والدي. زي ما قلت لك البي والاي بيبقوا معاك بيبداوا يزقوا العربيه، واحد بيعتمد على فرق الايرور وواحد بيعتمد على التراكم. عندك الدي لا عامل زي الفرامل اللي هي بتبقى معاكسه الحركه. ده كده يا صديقي بكل بساطه معنى البي اي دي. انا عارف يمكن انت ما فهمتش شويه، بس ان شاء الله هتفهم في التطبيق العملي اللي انا هعمله انا وانت دلوقتي. يا مساء الخير يا صديقي. دلوقتي بعد ما خلصنا الجزء النظري واذا ما كنتش فاهم فيه شويه فان شاء الله تفهم معايا في الجزء العملي. دلوقتي اللي قدامك ده عباره عن كود اردوينو اللي هو الكود الخاص بالبي اي دي. هتلاقي هنا حتى عندك الكي بي والكي اي والكي دي اللي احنا قعدنا نشرح فيهم في الحلقه. وعندك هنا على اليمين طبعا ظاهر لك الموتور وهو بيتحرك عشان تبقى واخد بالك من الحركه. وعندك كمان هنا ده كود بايثون انا كاتبه بحيث ان انا اعرض لك السيت بوينت اللي انا كلمتك عليها اللي هي الزاويه اللي محتاج الموتور يروحها، وكمان الزاويه الفعليه اللي فعلا راحها، هل فعلا وصل لل 30 اللي احنا عايزينها او الزاويه ال 50 او ال 100. فاهمني؟ بحيث ان كل حاجه تكون واضحه قدامك في الجراف ويبقى الامور سهله انك تفهم. طيب انا يا صديقي كده وضحت لك اللي قدامك عباره عن ايه. خلينا كده نبدا. اول حاجه نختبر معانا الكود، واول حاجه نختبرها هنا ان احنا هنستخدم البي بس زي ما انا شرحت لك في الجزء النظري. انا دلوقتي كده مخلي الكي بي عندك 0.4 ومصفر الكي اي ومصفر الكي دي. انا عايز اشتغل بالبي بس. خلينا كده نرن الكود. مثلا اللي احنا عايزينه دلوقتي يوصل للتارجت انجل مثلا خلينا نتكلم في 70. ركز على الجراف وهو بيترسم. انا دلوقتي هو لما اجي اعمل انتر هو ما اتحركش اصلا. طب ايه السبب؟ ان الكي بي اصلا ما هياش قادره تقوم الموتور او تخليه يتحرك. فاكر انا لما قلت لك ان هو بيعتمد على الايرور وكمان ان هو عباره عن جين وبيتضرب في الاخر في الفولت علشان يشغل الموتور. فهنا اصلا ال 0.4 ما هياش قادره تقوم الموتور حتى والايرور بتاعه اكبر ما يمكن. فهنا خلينا كده نعدل الكي بي تاني ونخليها 0.6 بس. المهم وانت بتيجي تعمل رن لازم تقفل كود بايثون الاول عشان يرضى يعمل رن معاك. طيب خلونا كده نرن تاني. عايزين يوصل للزاويه 70. حاليا اهوت اشتغل. خدتوا بالكم بقى من الكلام اللي انا قلت لكم عليه؟ خدت بالك هنا اهوت الكرنت انجل اللي عندك اللي هي البرتقاني، وعندك الازرق ده التارجت اللي هو المفروض يروح لها اللي هي الزاويه 90. خدت بالك ان هو مش قادر يوصل. ده بقى الشيفت اللي انا كنت بكلمكم عليه، ان هو البي بتعتمد على الايرور او الفرق بين الزاويه اللي انت رايحها والزاويه اللي انت كنت عندها اصلا. فهنا وصل يا دوب لزاويه حوالي 80 ووقف ما قدرش يكمل لان يعني الباور ما عادتش مكفيه ان هو يوصل للبوزيشن اللي احنا عايزينه. في حاجه انا ما قلتهاش في الجزء النظري ما رضيتش اشرحها علشان ما تتلخبطوش، ان انا هنا ممكن يبقى الكي بي بزياده يخلي اصلا الموتور يعدي التارجت انجل اللي انا عايزها. خلينا كده نجرب مع بعض.
ازود الكي بي. طيب انا كده دلوقتي غيرت الكي بي وعدلتها خليتها 0.8. خلونا كده نرن برده مع بعض ازاي ال90 اللي احنا كنا عايزينها. خدت بالك هنا ان هو اصبح عنده الباور الزياده ان هو اصلا يخليه يعدي التارجت بوينت اللي انا محددها له اللي هو ال90. هنا هتلاقيه تقريبا وصل ل 110. فدي حته انا ما كنتش قلتها في الجزء النظري بس حبيت ان انت تشوفها على العملي. زياده الكي بي عن اللازم هتخلي اصلا الروبوت بتاعك او الدي سي موتور يعدي التارجت انجل اللي انت محددها. وكمان هنا في مشكله لزياده الكي بي، مش مجرد ان هي بتخليك تعدي بس التارجت انجل، لا الكي بي اوقات لو زادت عن الحد بتحول لك السيستم بتاعك لانستيبل اللي هو سيستم غير مستقر، اللي هو لو انت اديته شويه باور لو حتى مهما كانت بسيطه بتخلي السيستم بتاعك بيوسيليت. عايز اوريكم الكلام ده عملي بس يا رب تتعامل معانا يعني. بص هنا انا خليت الكي بي عباره عن 10، خلينا كده نوصل برده تاني للتارجت 90. خدت بالك السيستم اصبح ايه غير مستقر، شويه باور بس بسيطه بتخلي الموتور رايح جاي زي ما انتم شايفين كده. فعشان كده اصلا عند الكي بي ديت لها حد معين انت اثناء التجربه بتعملها. وكمان في طرق علميه ممكن اشرحها لكم قدام بتعرف بيها الماكسيمم كي بي اللي انت ممكن تشتغل بيه. فكده دلوقتي عندك الكي بي اذا كانت صغيره قوي ما بتخليش الموتور يوصل للتارجت اللي انت عايزه، واذا كانت كبيره بكفايه بتخلي الموتور بتاعك يعدي اصلا التارجت اللي انت حاططها، واذا كانت كبيره قوي بتخلي السيستم بتاعك انستيبل زي ما انت شايف كده رايح جاي رايح جاي مش فاهم هو عايز يعمل ايه. طبعا ده لو روبوت كان زمان اصلا كل حاجه اتدمرت وباظت. خلونا كده نرجع تاني للحاله اللي احنا شرحناها في الاول. دلوقتي انا مشكلتي دلوقتي ان هو عنده الباور زياده وخلاه يتخطى التارجت بوينت اللي انا محددها له. فازاي احل حاجه زي كده دلوقتي سواء كان متشفت تحت او متشفت فوق؟ ان انا استخدم الكي اي. وهنا الكي اي وانت بتزودها وانت بتشتغل بيه انت بتزود حاجه من 10. يعني انت البي هنا لو خدت بالك انا كنت بقول 0.8 0.9 او 1. تعال كده نجرب مع بعض نزود كده الكي اي ونشوف التغيير اللي هيحصل على السيستم معانا. طيب انا دلوقتي خليتها 0.04 زي ما انتم شايفين كده برده مش ظاهر معانا تاثير. طيب هنا دلوقتي وانا بزود الكي اي لو خدت بالكم وانا متعمد ان انا اعمل الاخطاء دي قدامكم بحيث ان انتوا تشوفوا كل حاجه، لا بيرجعوا السيستم. فبالتالي السيستم المفروض وهو بيرجع للتارجت بوينت بتاعته بيعتمد على الكي بي والكي اي مع بعض. فانا هنا وانا بجرب كانت الكي اي قليله، يعني 0.8 ديت كانت بالنسبه للسيستم هي قليله. هو بيتخطى السيستم بس في حاله الرجوع والايرور بتاعك قليل مش قادره تقاوم ومش قادره تحرك السيستم معانا. فخلونا كده نجرب الاول نعلي الكي بي ونخلي الكي اي زي ما هي كانت قليله وهنشوف التغيير اللي هيحصل هيكون عباره عن ايه. هنا كان نخلي الكي بي معانا 1.1 ونرجع تاني الكي اي ل 0.04. خلونا كده برده نتارجت 90. خدت بالكم هنا بدا تاثير اهوت الكي اي يظهر معانا، وده بسبب الاول ما كانش بيظهر لان الكي بي اصلا كان قليل. وزي ما قلت لكم ان هما الاثنين بيشتغلوا في نفس الاتجاه سواء كانوا هيدفعوا السيستم مع بعض او هيرجعوا السيستم مع بعض. فدي كده ملحوظه حبيت ان انا اوضحها لكم برده بشكل عملي وغلط فيها قدامكم عشان تاخدوا بالكم منها وانتوا شغالين. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا تاثير الكي بي لوحده بيعمل ايه، وعرفنا لما نيجي ندخل الكي اي معاه بيعمل ايه. خلاص كده نرجع السيستم تاني للزيرو. خدت بالك من الاوفر شوتنج اللي بيحصل ده؟ بقى هنا هتيجي مهمه الكي دي معانا. نروح تاني لل 90. الاوفر شوتنج دوت زي ما قلت لكم انا مش محتاجه، وفي نفس ذات الوقت بيحصل فيه شيفتنج يعني انا برجع للزيرو واروح تاني لل 90 بيحصل فيه شيفت للسيستم. فدي هنا كده هتبقى مهمه الكي دي معانا. طيب انا كده زودتها خليتها 0.04 فهنروح برده للزاويه ال 90. برده الاختلاف مش ملحوظ، خلينا نزودها برده بشكل اكبر. طيب انا كده قللتها ل 0.2 بس لو اخدت بالكم هنا بقى ما عادش اصلا في اوفر شوتنج في الناحيه اللي فوق، ما عادش اصلا بيعدي التارجت انجل اللي انا حاططها له. ودي هنا كده فايده الكي دي او اللي هو الجزء بتاع الديريفيتيف. بس من زي ما قلت لكم من عيوبه، فاكرين لما قلت لكم ان هو دايما عامل زي الفرمله، هو الفرامل او المكابح بتاعت العربيه بتاعتك. فهنا في حاجه عندنا اسمها الرايزنج تايم اللي هو بيوصل للتارجت اللي انا محدده له في قد ايه. مشكله بقى الكي دي ان هي بتزود لي الرايزنج تايم. يعني دلوقتي وانا بدي امر للدي سي موتور بدل ما هو يوصل للبوزيشن بتاع الانجل 30 في ثانيه، لا هتلاقي معاك الوقت مثلا اصبح ثانيه ونص او اصبح ثانيتين. فدي هنا في بعض الابلكيشن بيبقى غير مقبول، لا انا عايزك ادي الامر على طول في ساعتها يوصل الدي سي موتور بتاعي للبوزيشن اللي انا مديهوله. فعشان تتخطى الحته ديت بتبدا بقى تلعب في كل بارامتر مع بعض، البي والاي والدي. اظن كده الجزء العملي الخاص بالكي بي والكي اي والدي اصبح واضح بالنسبه لكم. يعني طبعا هنا ممكن في السيستم دوت نقعد نلعب فيه شويه ان احنا مثلا نقلل الكي دي وان احنا نزود الكي اي شويه ونشوف كده التغيير اللي هيحصل معانا. هتلاقوا تاني الاوفر شوتنج بدا يظهر تاني فوق لما انا لعبت في الكي دي وزودت معانا الكي اي. فبالتالي انت موضوع البي اي دي دوت ملهوش قيم معينه تقدر تمشي عليها، انت بتقعد مع التجربه لغايه ما توصل للقيمه اللي انت عايزها. حتى الطرق العلميه اللي هي بتعملها بالحسابات وبتطلع لك القيم بتبقى القيم ديت عباره عن قيم اوليه انت بتبدا بيها الراندوم بتاعتك. زي ما انت شايف كده انا بدات اول حاجه ب 0.9 بالكي بي وبدات ازود وبدات اقلل لغايه ما لقيت الريسبونس اللي انا خلاص متقبله معايا في المشروع. فهنا الموضوع دوت ملوش ستاندر، هو قائم على التجربه. هتقعد تجرب لغايه ما توصل للاستجابه اللي انت عايزها. ودي هنا يعتبر من مشاكل
البي اي دي ان هي قائمه على تجربه. اظن كده الجزء العملي اصبح واضح، وضحت لك تاثير البي لوحديها، ووضحت لك تاثير الاي لما بدخله على الكي بي، ووضحت لك تاثير الكي دي. في هنا جزئيه ممكن انا ما قلتهاش في الجزء النظري، ان انت في الكنترول مش لازم تستخدم الثلاثه بارامتر مع بعض. ان احنا في المشروع بتاعنا شلنا الجزء بتاع الكي دوت واستخدمنا بس الكي بي والكي اي، لان انا ما كانش فارق معايا الاوفر شوتنج بصراحه. انا كان بالنسبه لي الاوفر شوتنج القليل دوت مش عامل لي ازمه، لان زي ما قلت لكم ان الكي دي كان من عيوبه معايا ان هو بيزود لي الرايزنج تايم، وانا لا، انا كنت محتاج اول ما اديله الامر يوصل للبوزيشن اللي انا مديله دوت. فبالتالي مش شرط انك تستخدم ثلاثه بارامتر مع بعض. طب زي ما انا ما وضحت لك كده ان انت مش لازم تستخدم الثلاثه بارامتر مع بعض، ممكن تستخدم الكي بي لوحده، ممكن تستخدم الكي اي لوحده، ممكن تستخدم الكي بي مع الكي اي، او الكي بي مع الكي دي، او الكي اي مع الكي دي. اما ان انت تستخدم الكي دي لوحده فلا، ما ينفعش. لو خدت بالك في الشرح النظري انا وضحت لك ان الكي دي مهمته يشوف التسارع رايح في انهي اتجاه ويبدا هو يمشي في الاتجاه المعاكس. قلت لك اصلا معنى دي اللي هو الديريفاتيف اللي هو الاشتقاق، والاشتقاق لاي خط او اي حاجه عندك معناه ان انت بتجيب السلوب او الميل بتاع الخط ده. فانت دلوقتي لو جيت استخدمت الكي دي لوحده وعندك اصلا دلوقتي الكرنت دلوقتي بتاعك عندي الزيرو دوت، ما مش هيديك حاجه. يعني انت بتشتق الزيرو ده للاسف كمان، يعني اشتقاق الزيرو ده هيروح مديك امبلس هيخلي السيستم بتاعك او الديسي موتور بتاعك يروح جاي متحرك مره واحده فجاه. انا مش عارف، ممكن اجربها معاكم هنا، مش عارف هل هتظبط معانا ولا لا، ولكن نجربها سوا. ولا كده نجرب مع بعض، مع ان المفروض ان هو غلط انك تستخدم حاجه زي كده، بس انا بصراحه كنت عايز اجربها معاكم بشكل عام، لان اول مره اجربها ان انا استخدم الكي دي لوحده. خدت بالكم من البلصات عمال يدي امبلس 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 امبلس، زي ما قلت لك اشتقاق الزيرو هيديك امبلس. خد بالك السيستم راح فين اصلا، ما السيستم اصبح انستيبل. فبالتالي انت الكي دي لوحده ما ينفعش يستخدم، واظن انت شفت دلوقتي شكل الموتور عامل ازاي. وبكده يا صديقي احنا خلصنا الجزء العملي، عرفنا الكي بي مهمتها ايه، وعرفنا الكي اي مهمتها ايه، وعندك الكي دي مهمتها ايه. ممكن كده وتخليكم تبصوا على الكود دوت بشكل سريع بتاع الاردوينو. عندك هنا معرف في البنات، عندك دي شويه بارامتر هو بيعرفها بيستخدمها تحت في الكود زي التارجت بوينت عندك اهيت. دلوقتي عندك في بارامتر مهم هنا في الكود لازم تعرفه قبل ما تشتغل في الكود، انا وهو البي بي ار اللي هو الاختصار ليه بالس بير ريفوليوشن. عندك هنا الموتور دوت وهو شغال هنا، عشان خاطر الموتور دوت يلف 360 درجه هتلاقي هنا الانكودر بتاعك اللي هو اللي تحت دوت بيطلع لك 500 بلصايه لكل لفه. طب انا دلوقتي ايه اللي يهمني بالمعلومه ان انا اعرف البي بي ار؟ البي بي ار فايدتها هنا عندي في الكود ده بيعرفني التارجت انجل، زي ما انا قلت لك ان هو مع اللفه الكامله 360 بيطلع لي 500 بلصايه. فانا دلوقتي لو انا بقرا بالانكودر عدد البلصات وانا عارف عدد البلصات للانجل اللي هي 360 عباره عن 500 بلصه، انا دلوقتي خدت القرايه بتاعه الانكودر وقسمتها على 500 وضربت في 360، فبالتالي ده هيعرفني الكرنت انجل اللي انا عندها الان. يعني انا دلوقتي لما اجي اقسم على 500 واضرب في 360 ده بيعرفني البوزيشن بتاعي في الوقت الحالي. فده اللي انا قلت لكم اللي هو عباره عن الفيدباك او المرجعيه، اللي هو بيبدا يعرف السيستم دلوقتي فين او البوزيشن بتاع الدي سي موتور فين حاليا، على اساسه بيبدا ياخد الاكشن المطلوب. عندك بعد كده بقى البي اي دي جينز اللي هو الكي بي والكي اي والكي دي، الحاجات دي انت شفتها معايا، بتحدد البين مود عندك سواء انبوت او اوتبوت وهكذا. يعني موضوع الكود هنا امره سهل زي ما انا قلت لك، انا هسيبه لك تحت في الديسكربشن ان شاء الله بحيث ان انت تستخدمه على طول. وبكده يا صديقي احنا خلصنا الجزء العملي، اتمنى ان شاء الله انك تكون فهمت. لو في حاجه انت لسه ما فهمتهاش طبعا هستنى الكومنت بتاعك تحت، وباذن الله اعمل لك ليها حلقه ثانيه ونشرحها باستفاضه مع بعض. وبكده يا صديقي احنا خلصنا مع بعض حلقه النهارده، عرفنا يعني ايه كنترول، وعرفنا الفرق بين الاوبن لوب سيستم والكلوز لوب سيستم، وعرفنا يعني ايه فيدباك، وكمان جربنا بشكل عملي. انت دلوقتي كده عندك المقدره انك تعمل الروبوت بتاعك، واظن انت خدت المعلومات الكافيه اللي انت تبدا حاليا. لو في اي حاجه ناقصه او حتى محتاجين ليها شرح تاني ممكن تعرفني تحت في الكومنتات، وباذن الله اعمل لك حلقه عشانها. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. See you soon.